السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتطرق اليوم إلى القهوة. ما هي القهوة؟ تعتبر القهوة أو البن باللغة الإنجليزية كوفي على اختلاف أنواعها المشروب الصباحي الأساسي لمعظم الأشخاص في وقتنا الحاضر، نظرا لكونها تتمتع بمذاق ورائحة منعشة ومنبهة لكافة حواس الإنسان. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة فإن معدل الاستهلاك السنوي من القهوة حول العالم يقدر بحوالي 7 ملايين طن، ويتم احتساؤها بطرق عدة سواء باختلاف المنطقة أو حتى في البلد ذاته. والجدير بالذكر أن أنواع القهوة المختلفة تختلف في طرق تحضيرها ومعالجتها، وهناك العديد من فوائد للقهوة التي أثبتت علميا وفي دراسات سريرية، حيث أن شرب القهوة بكميات محددة له تأثير إيجابي على الجسم، ولكن يجب التنويه أيضا إلى أن الإفراط في شربها له تأثير عكسي على صحة الجسم، وسوف يعاني الشخص من القلق والاضطرابات أو بما يسمى بتسمم الكافيين. ما هي أنواع القهوة؟ للقهوة أنواع عديدة جدا، والجدير بالذكر أنه وبشكل عام لا تختلف فوائد القهوة باختلاف أنواعها، إلا أنه تم ذكر 120 نوع من أنواع القهوة مع أصنافهم المختلفة في التقارير العلمية. ومن هذه الأنواع قهوة الأرابيكا أو القهوة العربية بالإنجليزية أرابيكا كوفي، والتي تعد أكثر أنواع القهوة انتشارا حول العالم، وقد نشأت في إثيوبيا وتشكل حوالي 80% من إنتاج العالم من البن. قهوة الروبوستا كوفي، القهوة المنزوعة الكافيين، وكذلك القهوة الحلوة أو القهوة التركية. القهوة المنزوعة الكافيين تعتبر القهوة المنزوعة الكافيين بالإنجليزية ديكاف كوفي هي القهوة المصنوعة من حبوب القهوة العادية المنزوع منها 97% على الأقل من محتواها من الكافيين، مما يعني أنها ليست خالية تماما من الكافيين، وذلك قبل تعرض حبوب القهوة لأي من أنواع المعالجة أو التحميص. يتم نزع الكافيين من القهوة بعدة طرق، ومن المفترض أن خصائص وفوائد القهوة لا تتغير كثيرا بعد هذه العملية، إلى أن اللون قد يتغير أو الطعم قد يصبح أقل حدة، وذلك بحسب الطريقة المستخدمة في إزالة الكافيين، وقد يكون ذلك أكثر إرضاء للأشخاص غير قادرين على تحمل مرارة القهوة أو رائحتها، أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين. وتبقى القهوة منزوعة الكافيين محتفظة بخصائص حبوب القهوة، لذا فهي تمد الجسم بفوائد القهوة ذاتها ما عدا تلك التي يقوم بها الكافيين. القهوة الحلوة أو القهوة التركية. القهوة الحلوة أو التركية هي طريقة لتحضير القهوة نشأت في دول الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك تركيا وإيران واليونان. وبما أن القهوة الحلوة غير مفلترة فإن تركيز الكافيين فيها يكون أعلى مقارنة بالأنواع الأخرى. ما هي فوائد القهوة؟ يعتبر تعديل المزاج وزيادة نشاط الجسم وتنبيه العقل والشعور باليقظة من أهم فوائد القهوة التي يبحث عنها كل من يشرب القهوة، ولكن أثبتت الدراسات أن هناك فوائد أخرى متعددة للقهوة، حيث تعمل على زيادة مناعة الجسم وتقليل الوزن وغيرها من التأثيرات الإيجابية على الإنسان عند شربها أو استخدامها خارجيا. وفيما يلي نذكر عددا من فوائد القهوة. من أهم فوائد القهوة ما يلي: زيادة نشاط الدماغ وتحفيز الذاكرة، وذلك لاحتواء القهوة على مادة الكافيين بحيث تعتبر من المواد المنبهة. حماية الفرد من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. تقليل احتمالية الإصابة بحصى المرارة عن طريق شرب 4 أكواب صغيرة من القهوة. كذلك تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر. تقليل أيضا خطر الإصابة بمرض الباركنسون. تقليل أيضا حدوث الدوار الذي ينتج عنه نقصان الضغط بعد الوجبات خاصة عند كبار السن. تحسين المزاج، كذلك تقليل من الشعور بالاكتئاب. كذلك أيضا تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الكبد وسرطان الكولون وسرطان الكلى، وكذلك سرطان الثدي قبل فترة انقطاع
الطمس، وكذلك أيضا تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والحماية من أمراض القلب، وتقليل الخطر الناتج عن مرض ارتفاع ضغط الدم إذا تم تناولها بشكل معتدل. ما هي فوائد القهوة للشعر؟ من فوائد القهوة المثبتة هي قدرتها على المحافظة على درجة الحموضة الطبيعية لفروة الرأس، وبالتالي الحفاظ على سلامة ونضارة الشعر الصحية، بالإضافة إلى استخدامها كصبغة طبيعية للشعر لزيادة شدة اللون البني في الشعر. ما هي فوائد القهوة للبشرة؟ تساهم القهوة في منع العديد من الاضطرابات الجلدية مثل التقليل من التجاعيد والتصبغات وتحسين مظهر البشرة ككل، كما أصبحت القهوة واحدة من أهم مقشرات البشرة في وقتنا الحالي، وذلك لأن من فوائد القهوة للبشرة أنها تساعد في تقليل الانتفاخات حول العين، تقلل من السيلوليت، تساعد في علاج حب الشباب، كما أنها تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية نظرا لاحتوائها على مضادات الأكسدة. ما هي فوائد القهوة للتنحيف؟ يعمل الكافيين الموجود في القهوة على زيادة إفراز هرمون الإبنفرين الذي يقوم بدوره بتحفيز تكسير الدهون المخزنة بالجسم، بالإضافة إلى دور الكافيين في زيادة معدلات عمليات الأيض، مما يساعد على تعزيز فوائد القهوة في التخلص من الوزن الزائد. ما هي فوائد القهوة الحلوة أو القهوة التركية؟ قد تتميز القهوة الحلوة عن غيرها من أنواع القهوة بما يلي: قدرتها على تحسين الأداء الرياضي نظرا لاحتوائها على مادة الكافيين بكثرة، احتوائها على مستويات أعلى من المركبات المفيدة الموجودة في أنواع القهوة الأخرى نظرا لأنها غير مصفاة، حيث تحتوي حبوب البن على مركبات مفيدة مثل أحماض الكلوروجينيك، والتي توفر فوائد صحية مثل تخفيف الالتهاب والتحكم في السكر الدم، وكذلك مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. وغالبا ما يتم تحضير القهوة التركية باستخدام الهيل، وهي نوع من التوابل اللذيذة التي تم ربطها بالعديد من المزايا الصحية. على سبيل المثال يحتوي الهيل على مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. ما هي فوائد القهوة منزوعة الكافيين؟ إن فوائد القهوة منزوعة الكافيين قد تتضمن ما يلي: تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، حماية الكبد من السمية، المحافظة على صحة جهاز القلب والأوعية الدموية، وذلك من خلال الحفاظ على صحة بطانة الأوعية الدموية التي تعمل على توسيع وتضييق الأوعية بشكل أفضل، مما يضمن توفير الكمية المناسبة من الأكسجين والدم الغني بالمغذيات إلى جميع أجزاء الجسم، تعزيز وظائف الدماغ، تقليل خطر الإصابة بالخرف، الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر ومرض الباركنسون، وكذلك الحماية من التراجع العقلي نتيجة التقدم في العمر. ما هي أضرار القهوة؟ بالرغم من فوائد القهوة المذكورة سابقا، إلا أنه توجد العديد من الأضرار عند الإفراط في شرب القهوة، ومن هذه الأضرار ما يلي: زيادة الشعور بالقلق والتوتر، وزيادة العصبية لدى بعض الأفراد، كذلك زيادة الوقت الذي يحتاجه الجسم للخلود إلى النوم، الإصابة بالأرق ومشاكل في النوم، الإصابة بعسر الهضم أو القيء أو حرقة المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية القهوة، كذلك تفاقم داء الارتداد المعدي المريئي، ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، كذلك إدمان القهوة، الحاجة للتبول بشكل متكرر، زيادة نسبة الإصابة بسلس البول، الجفاف أيضا، زيادة احتمالية الإصابة بحب الشباب وتكوين التجاعيد، إبطاء عملية التئام الجروح وانخفاض قدرة الجلد على إنتاج مادة الكولاجين، زيادة احتمالية الإجهاض لدى الحامل أو الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة، زيادة نشاط الأمعاء أو حدوث مشاكل في النوم أو تهيج الرضع إذا كانت الأم المرضع تفرط في شرب القهوة، تصبغ الأسنان باللون الأصفر
الإصابة بفرط النشاط وصعوبة في النوم. كذلك أيضا مشاكل في المعدة عند شرب الأطفال للقهوة بكميات كبيرة. وفي الأخير لا تنسوا بالضغط على زر لايك ومشاركة القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.